finally. Thank you for having me. انت اللي thank you for يا coming. حياتي والله العظيم انا متحمسه لليوم ده. انا بحبك وبحب اللي انت بتعمليه وبحب ان انا ابقى قاعده اتكلم معاكي. لا انت عرفتي خلاص الطريق. وانا في الطريق بقول هو احنا اصلا هنتكلم في ايه؟ ممكن تكون بس انت تسالني في ايه، قلت احنا المهم ان احنا بنتكلم. ايوه لا بصي هقول هو mainly يعني ليه عملت اصلا بي ميت ده. اولا الناس دلوقتي من كتر ما السوشيال، هو خلاص كل الناس على السوشيال ميديا ايا كان، الناس. كل السن كل الاعمار كله على السوشيال ميديا. بس من كتر ما السوشيال ميديا بقت حاجه ستيجد قوي وحاجه مش حقيقيه خالص وكل الكلام ده، فحبيت انه نعمل حاجه الناس خلاص زهقت من الفيكنس، فعايزين يشوفوا الناس دي في الحقيقه عامله ازاي. فانا بالنسبه لي انا بخش من هنا، احنا قاعدين في مكان انت حاسه واقعي حقيقي فعلا، قاعدين نتكلم اتنين اللي هو احنا نفس الناس هنبقى. لو اي حد شافنا في العادي هيلاقي نفس الناس. لا هو لو انا وانتي قاعدين والكاميرات دي مش موجوده هنبقى نفس الناس صح. فاهمه بتكلم في ايه؟ فهي دي النقطه. الناس زهقت من الفيكنس، زهقت من ان هما بيشوفوا حاجه مش هي الواقع ومش هو الحقيقه ومش هو، لدرجه ان هما لما بقوا بيشوفوا حد حقيقي قوي بقوا بيتوتروا. هما مش متعودين يشوفوا كده، مش متعودين يشوفوا على السوشيال ميديا حد بيغلط، مش متعودين يشوفوا حد بيتخن ويخس مثلا في الفيلد بتاعنا مثلا بتاع النيوتريشن. لا انت مثلا نيوتريشنست فانت لازم تبقي طول الوقت فات، وانت لازم تكوني ايه ده وينفع تاكلي شوكليت، تاكلي فطير، تاكلي برجر. لا هما مش متعودين، هما متعودين على الصورة اللي هي مثالية. انت مثلا ست قوية، انت ست ناجحة، يبقى لازم كل حاجة تعمليها تكون قرارات متزنة طول الوقت، قرارات حاسمة طول الوقت، انت شخصية مسؤولة طول الوقت. الناس مش متعودة، احنا بني ادمين، احنا في الاخر بني ادمين، فالطبيعي ان احنا بني ادمين، فلازم بس نتعود ان احنا بنشوف بني ادمين يعني انتوا في الاخر الناس بتشوفوهم دول ناس عادية. صح، ما هي دي الفكرة كلها، انه الجانب ده الناس زي ما تقولي في ناس بصراحة جادجمنتال قوي. وانا عارفة ان انتي في الفترة الأخيرة دي تعرضتي ليه هجوم يعني مدمر لا يعني الناس كمان لا هجوم في حياتك الشخصية، مش في حاجة حتى سطحية، مش في حاجة مش مهمة. بصي هقولك على حاجة، يعني مش هقولك ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، انا كان عندي اللوكجري ان انا اتكلم في الموضوع ده وكتير ومن اول ما بدأ. بس هقولك حاجة ممكن تكون مش متوقعة. في ناس متخيلة انه انا الكلام النيجاتيف هو خلاني اعيد حساباتي. لا، الفكرة ان الكلام البوزيتيف الكتير قوي والتبجيل الكتير والتسقيف الكتير والحجم الكبير قوي اللي الموضوع خده، وانا بس بشارك حاجة خطوة انا بحلم بيها. وفعلا يعني مش هتلاقي حد اصلا، انا بحب اتكلم قوي وبحب، ومش حاجة ينفع اخبيها، مش مثلا حاجة ينفع انا بحاول اعمل، لا هي حاجة انا الطبيعي ان انا باخد خطوة لازم أطلع بيها وأمارس حياتي بيها. وبس الحجم اللي الموضوع أخده من مفيش حد يقدر يتحمل مسؤولية، مفيش حد إلا لو هو بقى حد من جواه ممكن يتبسط بأن الناس بتسقف له على حاجة هو ما عملهاش. أنا بصراحة مش كده، إنه الناس تحطه في منصب إنه يمثل دين، إنه يمثل الإسلام. ده الدين الإسلامي يا جماعة، ده حاجة، ده أنا عملت إيه للإسلام عشان أنا أبقى بمثل الإسلام وبأحاسب ومسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، وتسقيف وتشجيع طول الوقت مبالغ فيه. ومن بدأت تدخل بقى عايزة أقولك ان الموضوع أكبر من الناس ممكن تتخيل. في منظمات وحاجات وجماعات وناس كانوا بيحطوا صوري ويقولوا ويدافعوا عني، على فكرة هم ما كانوش بيضايقوني، انتي فاهمه، وناس تانية متشدده. دخلت في دايلاما مش بتاعتي خالص، وانا بابي لسه متوفي بقاله كام شهر وانا اصلا فاقده اتزاني تماما. فعارفه في الاخر لقيت نفسي اللي هو لا، هو الموضوع اكبر مني والمسؤوليه كبيره قوي عليا وانا مش قادره. لا انا مش قادره وانا عايزه ارجع انا اتماسك الاول
بعدين ابقى اشوف بقى اي خطوه ممكن اخدها. بس عايزه اقول لك الجانب الايجابي من الموضوع انه انا واصله لمرحله جميله جدا. انا ولا المدح دلوقتي بيفرق لي خالص خالص خالص، ولا الذم بيفرق لي خالص خالص خالص. ده اجمل. فما بفرحش لو حد قاعد يمدح فيا زياده عن اللزوم او يمدح، عادي ممكن اتبسط، بس مش الفرحه الرهيبه زي الاول. ولو حد مسكني حطني على المسرح يأذيني، لان ده حصل لي. في ناس كانت بتشتمني، في ناس كانت بتدعي عليا، في ناس كانت استغلت الموقف جدا وطلعوا كلام غريب جدا. بس برضو ده مبقاش بيضايقني خلاص. انا حاسه انه انا هفضل مركزه اكتر على انه انا افضل انا اركز في بيتي، شغلي، عيالي، جوزي، امي، صحابي، الناس الحقيقيه اللي حواليا. بس انا اللي استغربته دلوقتي في اللي انت قلتيه ان انت يعني انا كنت متخيله، واظن الناس كلها كانت متخيله كده، ان انت قلعتي الحجاب علشان تعرضتي لانتقادات، مش عشان الجانب ده خالص. يعني انا فعلا ما تخيلتش، يعني بالعكس. لو فكرتي فيها للحظه ولقيتي الناس عماله تقولك برافو عليكي كل يوم عشان انت بتصلي، وانت اصلا صلاتك مش يعني وضوءك لسه في حاجات محتاجه تكون احسن، ومش بتصلي في العصر مثلا في وقته اللي هو ربنا يعني اللي هو حاجات مهمه، والناس عماله تقولك ايه ده، خلاص الناس سايبه اي حاجه انت بتعمليها، اي حاجه انت بتعمليها، واحنا طول الوقت بنقول وفي نفس الوقت responsibility كبيره قوي يا جماعه. responsibility كبيره قوي، ده يعني مش اي حد يقدر يتحمل ده. انا ما عملتش اي حاجه، انا يعني لو انت شايف نفسك صالح، لا انا لست صالحا ولكني مستور. انا دايما شايفه نفسي هو ربنا ساترنا بس يا جماعه، مش اكتر. ف وزي ما انت قلتي في الاول، الناس واصله لمرحله انا عملت اكاونت، فانا وانا بعمل اكاونت اخدت روب القاضي، فانا قاعد بحكم على الناس بقى. انا قاعد بحكم على الناس وقاعد حتى لو انت بتعملي ايا كانت طاعه او ايا كانت حاجه حلوه، مش شطاره منك انك قادره تفضلي تعمليها. حتى لو انت مثلا حد طيب، مش شطاره منك انك قادره تحافظي على طيبتك وتعملي خير. مش شطاره منك، هو ربنا اكرمك انك تقدري تفضلي تعملي الحاجه دي. فبس بس حبيتي شكلك في الحجاب؟ بحبه وبموت فيه. بحبه ايه ده. مش على فكره مش هتلاقي حد خد الخطوه دي وما قدرش يكمل فيها الا لما بيحلم باليوم اللي يرجع ويرجع اكتر. تمام. وانا فخوره بنفسي ان انا حاولت يعني في ناس تقولي ما خفتيش انك ما تكمليش، لان انا ما كملتش 3 أسابيع حتى. يعني في ناس قعدت بال10 و12 و15 20 سنه. ما خفتيش ان لا هخاف ليه يا جماعه؟ هخاف من الناس؟ انا خايفه من ربنا. يعني انتي بتتكلمي في احنا تراب بيتعامل مع تراب، ماشيين على تراب. مش المفروض ان انا اخاف من الناس تماما. انتي فاهماني؟ يعني انتي كان قرارك عشان ربنا مش عشان الناس خالص؟ انا خفت علاقتي بربنا ان انا اكون خلاص حاسه ان انا عملت. انتي طول الوقت ناس بتقول لك، عارفه تحسي انتي بقيتي جامده قوي. فانا بقى مثلا انا الحمد لله بقى لي فتره مواظبه على ان انا اقرا البقره كل يوم. كانت بتاخد مني مثلا ساعتين الا ربع، ساعه ونص، دلوقتي بتاخد ساعه. فانا حاسه ان انا باخد ثواب بقى، وناس بتتحجب بسببي ومش عارف ايه فاللي هو انت حاسه ان انا عايزه انفست في اللي بيني وبين ربنا اصلا اكتر بكتير. اللي بيني وبين ربنا قوي. انا اكتر وقت متزنه فيه نفسيا وانا في المدينه في مكه. عشان كده اللي متابعني كويس عارف انا رايحه جايه على هناك. اساسي بالنسبه لي بسعى طول الوقت لاقرب عمره، اي عمره، اي فرصه تلاقيني بجري. رمضان ده الحمد لله السنه اللي فاتت قعدت ال10 الاواخر كلهم. السنه دي يا رب يا رب يتمها كده. يعني بقى يعني انا شخصيه اصلا وتلاقي عندي صحابي مش هقول لك مش مودست، لا هم كل واحد حر. هو ربنا بيشوفنا من جوه، هو مش بيشوفنا من بره، هو بيشوف قلوبنا برضو. وبعدين هو ربنا اللي هيحاسبنا، فانت مين عشان تحاسبني؟ انت فاهمه؟ بس انا شخص، انا بابايا ازهري، جوزي متحفظ. انا بحب يعني حتى لو هشو سكين مثلا، لو هلبس حاجه اضيق، حاجه مثلا اقصر شويه وانا في المصيف، مش هحطها على السوشيال ميديا. دي شخصيتي. في حد تاني هو هيقدر يحطها وهيقدر انه يشارك ده مع الناس. انا لا، انا مش بحب، مش بعرف.
انتي اصلا شخصيتك بتحبي اللبس المودست؟ بحب كده، انا بقى والمهلهل والواسع وابقى واحلى واقعه حاجه انه طالع موضه، اه احلى حاجه. والاوفر سايزد وكده، انا بحب كده اصلا. ايوه ده حقيقي. بس صراحه انت تعرضتي لكل حاجه، يعني اصل انت عملتي ده هينتقد، وعملتي ده هينتقد، وعملتي كده. انت لبستيه مش عارفه ازاي، قالوا لك انت مش عارفه، انت بتمثلي الحجاب وحش وغلط ومش لابساه صح، وانتي اصلا من وانا لبسته انتي لابساه عشان تطلعي ترند، وتشز انا في تايمنج كان عجيب قوي ان الناس تقول كده. كنت يعني الحمد لله اوريدي عامله حاجات كتيره قوي كمان، اعلان على تلفزيون لبراند محترمه مع مخرج يعني من اكبر، وبرنامجي على CBC وعلى الراديو. فبصي في الاخر هي الناس في كل احوالها هتتكلم، بس يمكن الهجوم ده الناس شافته، لكن انا على فكره ياما اتهاجمت، ياما في حته ان انا هيلث كير بروفيشنال موجوده على السوشيال ميديا، في طريقتي في اللي انا بقدمه، في ياما يعني اتهاجمتي عشان ايه تاني غير الحجاب؟ كتيره يعني، حاجات توب هايلايتس مثلا ان انا فارماسيست ودخلت فيلد نيوتريشن، ومش معروف انه هو يا جماعه كليه طب هاتولي قسم التغذيه بس بتاع كليه طب، وانا ممكن اجيب لك حد دكتور اطفال تخدير تجميل هو ما عرفش يكمل في مجاله، بس هو مرخص له يفتح عياده، فهو هيفتح عياده تغذيه وهيدي الناس دايت بلانس، بس هو ما درسش نيوتريشن خالص، بس هو مرخص له انه يفتح، فهو هيمارس التغذيه. اي نون الموضوع ده لو الناس لقطته من الانترفيو لوحده هيتاخد خارج السياق، بس خلاص مش فارق لي. لا، الصيدلي يقدر يشتغل في المجال ده في العالم كله، وطالما دارس يقدر يشتغل، او مش مرخص لنا في مصر ان احنا نفتح عياده، بس تقدري تشتغلي اونلاين، تقدري تشتغلي في الجيمز، تقدري تشتغلي في اكتر من حاجه وتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. وفي صيادله كتير جدا في اكتر من بلد قدروا ان هم يتميزوا اكتر من دكاتره كتير. يمكن انا خدت الحفلات الاولانيه لدرجه ان في جروبس كنت انا ببقى عليها وانا شايفه الكلام عليا، يعني نورهان قنديل دي مش عارف ايه، لا روحوا النقابه وبلغوا عن يا جماعه انا مش فارق لي اصلا. هم زعلانين ان انت بتقولي على نفسك دكتور وانت صيدلانيه. لا مش دي، لا دي حفله معموله على الصيادله عموما من زمان. فانا كان ردي عليها كوميدي جدا يعني. ايه بقى؟ انه هو كارنيه النقابه بتاعنا الدكتوره نورهان، فدي مش مسؤوليتي دي يا جماعه، يعني النقابه اللي قالت، هي النقابه اللي قالت بلس ماشي يا سيدي، انا مش دكتوره. لو انا بتتكلم على نورهان قنديل، لا انا دكتوره في الجامعه، فاحنا لو سيبك من ده انا دكتوره في الجامعه، فمش بعيدا عن دكتوره، انا نورهان بنت الحاج محمد قنديل، وانا مبسوطه بنفسي وتعبت وذاكرت عشان اوصل لده. ولو انت مش فارق لي، يعني هو اللقب مش هيزودني، يعني انا اللي هضيف للقب ده، بس الناس عرفتك مش كده هو اللي نورهان قنديل. انا تعمدت ان احط كلمه دكتور نورهان وانا بعمل الاكونت بتاعي، او لما قررت الاكونت يكون بابليك، عشان بس كنت عايزه الوقت اللي انا طلعت فيه من 6 سنين كان وقت اكتر فاشونيستات وموضه، فانا بس كنت عايزه ستاند اوت انه في الاخر انا هقدم حاجه تشجع الناس ان هم يعيشوا حياه صحيه نفسيا وجسديا وكده. بس فكنت عايزه بس الناس تقدر تميز. نورهان بنت الحاج محمد قنديل الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له يا رب. يا رب. شكل شخصيه نورهان ازاي وخلاكي تتعاملي مع اللي انت اتعرضتي له بعد وفاته ازاي؟ انا نفسي ما كنتش متخيله ان بابا مأثر في شخصيتي للدرجه دي. هما 2 شخصين 3 جدتي الله يرحمها، لان جدتي دي ايقونه للست القويه اللي هي زي عارفه الحصان اللي ماشي وعامل كده وهما حاطين له بتاع كده فهو مش شايف غير طريقه. جدتي دي كده ست قويه وربيت اجيال بجد يعني. جدي ماتوا من وهي صغيره قوي، وربت 5 يعني ناس بتحلف بتربيتهم، وربتنا احنا كمان كاحفادها، اللي هو احنا كتير قوي بس احنا بنعمل لها حساب قوي. بين وفاتها وبين وفاه خاله كان وقت قليل قوي، قول من سنه وحاجه. بعدين خالي ده اكتر حد، يعني خالي ده هو انا اخده منه كتير قوي، وانا كنت اغلب اجازه الصيف بتبقى عنده في بيته، والدراسه بقى مع بابا والمذاكره والحاجات دي. فهو بين وفاه خاله وبابا كانت وقت قليل قوي، والفكره مش في الوقت
قد ما الاتنين مريت معاهم بنفس التجربه، انه انا حد فاهم في الحته الطبيه، انا وعمرو ابن عمي واحنا طول الوقت بقى اي حد يتعب، وجوزي طبعا ياسر، فاحنا الثلاثه كده سكواد كده، اللي هو الناس حد تعبان بنجري. فخاله لما دخل الرعايه قعد 12 يوم، انا كنت معاه في الرعايه، اخر حاجه كنت اتخيل ان خاله يفارق بعد 12 يوم. بابا نفس القصه، بعد شهر ونص برضو بابا فارق. فانا الايرور بدا اصلا من وفاه خاله، لانه هو كان كويس قوي وكان عندنا في البيت، وانا مودينه المستشفى نعمل تشيك اب، جات له الجلطه وهو في المستشفى. دخلنا الرعايه، ياسر جاب لي اكسبشن انا وولاده، فبقينا حاطين لنا كرسي كده، فكل شويه احنا قاعدين معاه. فاصوات اجهزه الرعايه لحد دلوقتي بتيجي في بالي. هم طلعوا اثروا على شخصيتي قوي قوي قوي، لدرجه ان انا بعد ما فقدتهم الاثنين، لا انا فقدت اتزاني لمرحله كبيره جدا، لدرجه ان انا كنت اغلب الوقت ستوريز وتنطيط، واكتشفت انه انا بقالي اولموست سنتين لا مش انا موجوده على السوشيال ميديا طبعا، بس مش نفس اللي كانت لو حد متابعني من زمان، ومش عارفه ارجع تاني بصراحه. لا مش قادره اكون بنفس الانرجي والعفويه طول الوقت والتواصل طول الوقت، مش عارفه يعني، بحاول، مش عايزه استسلم واختفي، لان هما الاثنين من الناس اللي كانوا بيحبوا نجاحي جدا. خاله طول الوقت كان شايف انه يعني تشجيع مش طبيعي، وكنت بستنى رايه قوي ومستنيه اي حاجه اعملها. وكان يقعد لما نزلت الكتب بتاعتي كانوا بيحكوا لي لما يشوف الكتاب في اي حته يقول لهم لا مش تشتروش الكتاب ده مش حلو، يهزر مع الناس كده، يعني يقول لهم دي بنت اختي وكذا. بابا الله يرحمه، بابا كان راجل طيب قوي قوي قوي، متعود، هو دايما كان يقول لي ما تعمليش الناس بمعاملتهم، دايما كان يقول لي الكلمه دي. لما حصل لي حاجه كده في حياتي الشخصيه واتظلمت قوي قوي قوي، كلنا بنمر بعلاقات تفشل، فكان بابا يقعد يقول لي ما يعني عينك على العوض، عينك على العوض، انتي اتظلمتي وطيبتك خليتك تظلمي نفسك اكتر، مش قادره انسى كلامه ده، بس العوض هيكون جميل قوي، العوض هيكون كبير وجميل. فدايما كان يقول لي الكلمه دي، انه عينك على العوض، العوض جاي قوي وحلو وربنا هيرضيكي جدا. فهم الاثنين بابا وخاله ورا بعض كده، والرحله بتاعت ان انت حد بتحبيه قوي وان انت عارفه انه هيموت جدا يعني، لا especially يعني خاله انا فاكره بعد اول اسبوع بعد بدات الدكاتره تقول لي انه مورتاليتي ريت عامله ازاي، انه فكره انه ايه ده لا هو اصلا هيموت، لا انا رافضه الفكره، انت فاهمه. وفعلا خاله لحد يوم ما توفى ارستد، قلبه وقف، انا كنت جوه معاه، انا رافضه، انا شايفه ان هو هيرجع. هو كان ارستد قبلها بيوم بالليل، واليوم ده الصبح انا معاه، ولدرجه هم مش شايفين ان انا زنقت نفسي كده في الباب، خرجوا كل الناس، انا شايفه انه خاله هيرجع، خاله مش هيموت. لكن بابا بقى كانت كيس مختلف، بابا جاله الفطر الاسود، والفطر الاسود ده اصعب من السرطان، هو معروف انه في خلال من 10 لماكسيمم 12 ل 14 يوم هو كده كده هيموت. فانت كنت عارفه من الاول؟ فبابا خلاص بقى يعني، لا انا عرفت بعد شهر انه خلاص فاضل 12 يعني بعد الشهر ده خلاص هو فاضل 12 يوم، فانت عارفه انت او 14 يوم، فانت عارفه انت كده كده عارفه. فطبعا يعني هو استنى ليله الاسراء والمعراج دخل قبره فيها، فيعني مش حاسه ان انا من ساعتها عارفه اكون نفس البني ادم، بس برضو ستيل حاسه ان انا الاختبار ده خلاني حد احسن، حد اقوى، حد اوعي تعيطي بصي انا متماسكه جدا، انا اللي دمعت ايوه لا لان انا مش عايزه اعيط. لا هو طبعا الفقد صعب يعني. انا لو انا بسال نفسي ساعات ايه اكتر حاجه بخاف منها، هو الجيرني كمان يعني. عارفه بابا اصلا كان عنده جلطه في المخ بقاله 7 سنين، فهو تعبان بقاله 7 سنين، بيبي وتعبان كده، وعلى طول يا اما عصبي يا اما تعبان. فالفاينل النهايه كانت صعبه قوي، وانا مش بحب اشير ده، مش بحب الناس تشوف ده خالص. فكنت بقى كمان باجي على نفسي، بحاول اتماسك لدرجه ان انا اتكسرت، عماله اتماسك باي شكل. الحجاب كان حاجه من حاجات التماسك. بعدها على طول حاجات كتير، اني اطلع واشتغل واسافر. نزلت بالجرنولا، نزلت بالعسل، الصيف جه، بناتي اطفال ملهمش اي دعوه،
يلا زوجك وبيتك واسرتك لازم الحياه تستمر. مامتي كمان مامتي عايزه ابقى كويسه عشان كل دول وعشان الناس اللي بتحبني قوي على السوشيال ميديا واللي انا عارفه ان انا بفرق معاهم في حياتهم. فعارفه انت عماله تتماسكي عشان الناس بس في الاخر في حته كده وقعت بقى خلاص. بس بعدها حاسه اني بقيت احسن. يلا نشرب ماتشا بقى تعمل لنا ماتشا. طبعا مش هسألك تشربي ايه يعني ما واضح السؤال الجواب باين من عنوانه يعني. هعلمك تعملي. يلا بصي انا على فكره وناس كتير مش انا بس ما بنعرفش نظبط الماتشا فيرجع يظلموها ويقولوا الماتشا بس انا دقتها في كذا حته مش انا اللي عاملاها يعني كانت حلوه بس انا شخصيا ما بعرفش اظبطها. بصي هنعمل النهارده الاسهل طريقه اللي هي دايما بقول للناس انه الماتشا دي الشاي الاخضر مفيد قوي بس لو شربنا كوبايه واحده مش هيكون مفيد. اوكي. وده دوروا في اي حته هيقولك كل فوائد الشاي الاخضر دي لازم اقل حاجه تشربي 4-5 كوبايات في اليوم فعلا. فدي ميزه الماتشا انه هي الكوبايه الواحده من الماتشا بتساوي 10 كوبايات من الشاي الاخضر. واو. فاحنا عشان ناخد كوبايه ماتشا اللي هي بتساوي ال10 كوبايات ممكن تبقى 7 بقى 8 كوبايات فنقلل جرعه الماتشا شويه. الناس بتحط ماتشا كتير قوي فماتشا بميه دي البيسك بتاعتي ودي سر ان انا بجد محافظه على وزني. انا الصبح كده تخليني عارفه تحسي ان حاجه تخليكي تدخلي الحمام تفضي نفسك تفضل مسدوده شويه تديكي انرجي. اوكي دي اول حاجه كده. فبنحط بقى يلا خليكي تحطي. يلا بينا قولي لي. بصي بقى المعلقه اللي معاكي دي هي نفسها صغيره فهناخد نصها اللي هي تعتبر ربع المعلقه العاديه. تمام. وهنحط بقى كده كاننا هنحط ربع معلقه هنا وهنا. ربع من دي. ربع من دي كده. اقل كمان. اقل كمان شويه بس هنحط بقى هنا وهنا. اوكي عشان ما تحسيهاش مره هي هتبقى كوبايه شاي اخضر تقيله. لو هتشربيها بقى بلبن ساعتها ممكن تزودي الماتشا نفسها وتحطي عسل دايرتين كده عسل من السكويزبل بتاعنا وتبداي تبلند الاثنين مع بعض وبعدين تحطي عليها اللبن الدافي او تحطي عليها حبه ميه سخنه وبعدين تحطي اللبن اوكي ماشي. لكن احنا دلوقتي هنشربها عادي. هنشربها بالميه اول حاجه حطينا ربع. تاني حاجه ما ينفعش نحط ميه مغليه لانه برضو احنا حطينا ميه مغليه المضادات الاكسده الكتيره اللي في الماتشا هتتاكسد بسرعه فلازم نحط ميه دافيه زي الميه دي هي اتغلت وقعدت شويه. هو ده الصح انه مش ميه مغليه مش ميه بتغلي هي مش شاي. عارفه الميه لو مش دافيه لونها مش هيبقى اللون ده. لونها هتبقى كانها مطربه كده صح. الخضار بتاعها هيتغير مش هيبقى بالجمال ده. انت هي بصي بتاعتي طبعا اتقل بس انا عادي. انت بتحبيها كده. بس بصي هي دايبت اوريدي احنا مش محتاجين اي حاجه. انت بس حابه تقلبيها زياده. لا بس هي فعلا لونها مختلف جدا عن اللي انا كنت بعمله. مش كده ما قدرتش ميه لما بتبقى ما ينفعش تزودي خلاص. انت شايفه انت حاطه قد ايه. تخيلي بقى لو حطيتي اقل كمان كانك برضو شاي اخضر يعني حطيتي شعره كده يعني اللي هو حاجه بسيطه خالص. كوبايه شاي اخضر بس تقيله شويه فيها كلوروفيل كتير قوي اكتر كتير مليانه بقى مضادات اكسده حاجه فعلا كده تخلي مودنا حلو. ايوه عشان احنا بنتكلم كده. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه بس. تشربيها بقى. مش قويه. لا تحفه بصراحه غير اللي انا عملتها خالص. ايوه ما هي الناس تشربها بتبقى قويه قوي فبعدين تقول لي في الاخر لا طعمها كان كذا طعمها كان كذا. وكمان حسب النوع حسب البراند نفسها بتاعت الماتشا. بس لا والبراند يعني مش احنا عاملين بلاند تاني بقى. البلاند ده اللي هي المساله دي فيها بقى زعفران وحبهان وجنزبيل للناس اللي بتحب الكارك تي. هو ميكس كده للناس اللي هي يعني عايزين يشربوها بطعم مختلف. ده تحفه ده. دايما بنلاقي دي بس برضو بنفس الطريقه ونفس الكميه وكل حاجه. لا بتزودي الكميه شويه لان دي احنا حاطين عليها لبن باودر سكيمد. اوكي فبتزودي الكميه شويه عشان هي دي لاتيه جاهزه. حلو. لا تحفه. بصي انا مبسوطه قوي ان انت قلتي لي ان انا دلوقتي عجبتني. وبعدين طبعا اول ما طلع انا ما بفوتلكيش حاجه. انا الجرانولا دي عملت لنا فيديوز كسرت الدنيا. لا الجرانولا دي اصلا ما يتعايش عليها بتديني طاقه. ده احلى حاجه. ايوه انا باخدها الصبح مثلا على الساعه مثلا على العصر كده. لما يبقى طاقتي خلاص اللي هو بقالي الصبح صاحيه ومش قادره. واحنا عاملينها شوجر فري وفعلا مليانه تحفه مسكره يعني. ايوه عشان بعسل. ما انا قلت العسل بتاعنا احنا عاملينها يعني ميكس كده لذيذ. بس مهم قوي زي ما انت عامله كده في علبه الماتشا بتاعتك انه ما نشيلش الغطا اللي هو الميتال اللي جوه علشان ما ينفعش يدخل لها اي ضوء. يعني لو دخل لها ضوء هتتاكسد. عشان بعد كده ما تعمليها بالشكل ده كمان هتشجعك انك تشربي واحده الصبح وواحده على نص اليوم. بتسهر
طبعا بتسهر فما ماشي، ينفعش تشربيها بس بتدي طاقه. بس عارفه في ناس متعوده تشرب أشربها قهوه وتنام وشاي أيوة وتنام، هي زي الشاي بس اتقل شويه في موضوع ان هي تسهر. فانا بالنسبه لي انا كحد نومي اصلا قليل بشربها الصبح وبشربها على العصر كده كوبايه كمان وبس. لا هو انا بصراحه بحتاج حاجه تديني طاقه، يعني احنا يعني الامومه بصراحه لوحدها عايزه طاقه. فهو كلميني انا عن الامومه، ولما بنزل مع البنات بحط الموبايل بقى في البتاع اللي هو بحبل طويل عشان محتاجه ايديا الاثنين. ايوه طبعا مش وقت امسك الموبايل بايدي. لا ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. يعني ان انت كونك قادره تبقي ما شاء الله ما شاء الله ام وزوجه وانتربرنور وعامله يور اون بزنس وتحاولي تكسباندي، وكمان في ظل كل ده الواحد بيمر بصعوبات ومشاكل وحوارات طبعا. يعني انت السنه اللي فاتت دي اكيد كانت صعبه قوي عليكي جدا. فما شاء الله ازاي بتعملي البالانس ده؟ عمري ما عملت بالانس، ما هي دي الفكره، انه عشان اكون صريحه عمري ما عملت، دايما مقصره في حته وظابطه في حته وارجع اظبط الحته اللي انا مقصره فيها. يعني ممكن اقصر مع ياسر شويه بعدين ارجع افضيله وقت ليه لوحده، اقصر مع البنات والشغل خدني قوي بعدين ارجع افضلهم وقت جامد قوي، مامتي واطلع بقى حاجه انا ومامتي لوحدنا، الشغل واحمل على التيم شويه بعدين اشيل الشغل كله والتيم تلاقيهم هم اللي بيجروا ورايا. فدايما في النص. بس يمكن قادره اعمل حته اللي هو انا بعمل كل حاجه بقلبي وباحساسي ومش بحمل نفسي اكتر من طاقتي. يعني انا مش عايزه اكون مثاليه في يعني بحاول. هو الطبيعي انك تتقبلي فكره ان احنا بنحاول. طبعا مامتي بتساعدني ربنا يديها الصحه وما يحرمنيش منها ابدا. عندي ليدي جميله كده يعني انا دايما بعتبرها اختي اللي هي بتساعدني في تربيه البنات بعتبر ان هي حد من البيت. يعني مش هضحك عليكي واقول لك بعمل كل حاجه لوحدي، بس مثلا هي تساعدني في حاجه البنات بتاع، لكن انا لازم انا اللي اطبخ لهم، انا ماما، لبسهم، تفاصيلهم. في حد بيساعد بس في الاخر في حاجات انا لازم انا. وإما مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجه. هو دي حاجه برضو لازم نبقى روحها معايا. انا ما ينفعش ابقى بعمل كل ده من غير ما اطلب المساعده. طبعا المساعده مش غلط، طبعا مش عيب طبعا. بس في ناس يا حرام ممكن بيحسوا انه يعني انا مره جات لي مسج من وسط المسجز دي الكتيره اللي بتيجي، واحده قالت لي انا بقيت متضايقه من نفسي بسببك، انت محسساني ان انت يعني عقدتيني، ان انت بيرفكت. قلت لها لا اوعي تتخيلي كده. انا يعني هو ايه اللايف ستايل، الطريقه اللي انا قررت انفست فلوسي بيها. انا قررت حته من فلوسي اجيب بيها حد يساعدني، حد تاني لا انا الفلوس دي اعمل بيها كذا. يعني هو دي الفكره. احنا قررنا نعيش حياتنا. ممكن يكون الانكم بتاعك انتي اعلى من الانكم، بس انا قررت اعيش بالطريقه دي، انتي فاهمه. فهي دي الفكره. واحده تقول لا انا اروح اجيب لنفسي حاجه ذهب بالفلوس اللي كله لا انا مش هقدر. انا عايزه اعرف اظبط الدنيا بالشكل ده، فانا عايزه اعمل كده. هي بنفكر. بس الفكره في حاجه انه في ناس، ما انا مش هقعد اشير مع الناس طول الوقت انه في ناني، ان في مثلا درايفر، ان مش في درايفر عشان الشركه وحاجات الشركه بس في نفس الوقت لازم احنا يبقى متوقعين فما تتعقديش. في ناس بقى تانية ده اللي يضايقك انك في انفلونسر انا كنت بحبها قوي قوي قوي، وهي كانت بتقعد لقيتها هي اللي عماله تتكلم في الموضوع ده ان هي لا ما تقدرش يبقى في ناني في البيت، ما تقدرش. وبالصدفه اتقابلت يعني شفتها، هي اصلا مش مصريه يعني انا كنت في دبي. لا هو في 2 ناني مش واحده. طب انا ليه طالعه قدام الناس ان انا اللي بعمل؟ ليه انا كده بقى بعقد الناس؟ ما انت انا كأم عندي توأم انا هتعقد ان انت قادره تعملي كل ده. زي واحده تطلع تقول انه لا هي شيز فيت كده من غير اي حاجه ولا جلسات مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وهي جايبه توينز برضو. ما انا ابص لنفسي وانا ستريتش ماركس وعندي بطن مهما خسيت انا عندي بطن. فطب انا لو انا ما كنتش عرفت الموضوع هتلاقي حد تاني متابعها. هي لا انا مش هعمل اي حاجه، ما خلاص انا مهما عملت مش هوصل لحاجه. لكن لا لما نشارك الناس انا every now and then انا بقعد اوري الناس اقول لهم يا جماعه ما احنا لازم، وانت اما فعلا هتنسباير الناس ولما هنرحل ويبقى الاثر فعلا زي ما دايما انا بحب المقوله دي جدا. والناس اما هتمشي هتترحم عليكي وتقول انا اثرت فيا
احنا هنعقد الناس، احنا كده طالعين نعقد الناس. ما هو لازم الواحد هنا يقف، اي حد على السوشيال ميديا او اي حد في الميديا ياخد وقفه مع نفسه ويسال نفسه انا بعمل ده ليه، انا بعمل اللي انا بعمله ده ليه، بس فانتي بتعمليه ليه. هو في حاجه تانية برضو، هي في مسؤوليه عليا انا كحد قررت اشارك الناس حاجات من حياتي، وفي مسؤوليه على اللي بيشوفني. انت كمان لازم تفكر الشخص ده بيشاركك الهايلايت بتاع يومه، مش يومه كله، الهايلايت بتاع حياته. لما بنتي نجحت في التمرين وكانت شاطره، لما فشلت وطردنا من النادي، ما مش هحطها، انت فاهمه، مش هطلع اعيط لما كذا، لما يعني بنشارك دايما نجاحاتنا اكتر ما بنشارك فشل. فانا لازم انا كحد بيشوف بيتابع حد ابقى عارف كده انه هي الشخص ده بيشارك اكتر الحاجات الحلوه، بيشارك اكتر الحاجات اللحظات اللي هو مبسوط فيه. بس هو صعب ان الواحد، اقول لك حاجه، حتى احنا اللي في المجال ايوه طبعا وساعات ساعات بنتخيل انه للحظه كده هي بتبقى انت ساعات الشخص اللي بيتفرج ده بيبقى في حاله نفسيه معينه، فجات له الصوره دي قدامه، او علاقته مثلا مع مثلا بتنهار، فجات له صوره كده، اتنين طول الوقت احنا بس بنحب بعض، فهو مش شايف الا ده. طب هو انا ليه مش كده؟ طب ما في مشكله بقى، انا عندي مشكله. فهو فعلا انا دايما بتكلم مع اي حد بالذات في نقطه العلاقات والجواز والطلاق، بقول احنا في جيلنا سوشيال ميديا ويعني اصل الناس عمرها ما بتقول، انا والله بقول كده على المستوى الشخصي، يعني مع قرايبي ومع السوشيال ميديا بقت مأثرة علينا جدا. انا مجرد ان انا بفتح واشوف واحد وواحده قاعدين لفلفه وفنفنه وكده ومفاجآت وحاجات جميله اللي هو طب هو انا ليه حياتي مش طول الوقت وانا بشوفش جوزي مثلا، انا بشوف طب ايه بقى، انا في حاجه افكر نفسي بقى بالظبط. فلا حتى واحنا في الميديا ساعات برضو بنتاثر، فما بالك بقى اللي ما عندوش فكره خالص. فالموضوع مش سهل. صح. بس برضو يعني انت يعني في حاجه قلتيها لذيذه قوي على دور ياسر، دكتور ياسر في نجاحك بصراحه. يعني الصراحه اللي هو حته اختيار الشخص اللي انا بتجوزه ده، ما هو لو مش نتقدم مع بعض ويزقني اللي قدام وانا ازقه لقدام وكده يبقى بلاها. فهو ايه بقى ايه دوره في نجاحك، اذا كان في البيت ولا في البراند ولا يعني بيقدر يعمل ايه يساعدك بيه ان انت تعملي ده؟ والله بصي، هو بعيدا عن هو ياسر بيعمل ايه، هو ياسر فعلا انسان جميل، هو انسان خير، انسان يعني عارفه اغلب وقته اصلا للعيانين، مش للعيانين اللي هو شغل وبس، عيانين هو معروف عنه ده بجد، ما بيتاخرش عن حد. فهو انسان، انا لو اقول لك كدور اساسي ان انا اصلا حاطاه قدوه ليا في الشغل. هو طول الوقت حد بيحب شغله، وحد معطاء، وحد مش فارق له الناس شايفه ايه، المهم ان انا من جوايا انا بعمل ايه. وانا فدايما بيقعد يعلم اللي حواليه، ودايما بيدعم اللي حواليه ويطلق. فهو بجد شخص جميل في شغله. بالنسبه لي انا، هو احنا لما اتجوزنا ما كنتش انا نفس الانسانه دي اللي هي معروفه كده، او ما بحبش اقول يعني عارفه خلاص في ناس عارفيني يعني، او بعمل حاجه تمام. بس جه عليا وقت اللي هي نفس الفتره اللي انا كلمتك عنها، انا كنت معرفش ليه طول الوقت حاسه، عارفه لما تبقي بتحملي نفسك اكتر من طاقتها، انا طول الوقت حاسه انه لا انا مش قادره اكمل سوشيال ميديا، انا خلاص. ففي وقت انا كنت فعلا اخده قرار انه انا هقفل الاكونت، انا هكمل اكونت دكتور بيبي اللي هو البيزنس، بس انا كاكونت نورهان انديل اللي هي بتطلع تعمل ريسيبيز او تتكلم او تدي تيبس او كده، مش قادره. هو وقف لي ياسر وقتها، وقف لي جامد، مع ان هو في الاول كان مش ما كان شايف انه يعني انت دكتوره في الجامعه، وانت ايه سوشيال ميديا، ويعني ايه هنطلع، ويعني ايه حد، مين ده اصلا او مين دي اصلا عشان تقول لك رايها ويبقى كومنتس كده، واي حد من حقه يتكلم ويقول ويتدخل ويسال، والناس تقول لك، حد يقول لك جوزك ما بيصورش معاكي ليه، وحد يقول لك طول الوقت بره البيت، انت لما بتسافري هو كان الاول معترض. بعد كده لما هو نفسه بيقول لي انا
قابلت ناس كتيره قوي بتدعي لك، انا بشوف كومنتس ناس بتقول لك انت غيرتي حياتنا، انا قابلت ناس بيقولوا لي انا خسيت 30 كيلو في البيت بفيديو. عندي في فيديو من الفيديوز بتاعتي على فيسبوك 34 مليون مشاهده، ما شاء الله. تمام. فيديو صيام متقطع برضو حاجه كده 17 مليون. انت شوفي الكومنتس وكميه الناس اللي بتقول لي انا خسيت وانا قاعده في البيت، احنا عرفنا الصيام المتقطع من خلالك. فياسر قعد يتكلم معايا قال لي يعني اللي هو في الاخر لا انت بتعملي حاجه حلوه وانت عملتي اوريدي حاجه وانت تعبتي قوي، ويمكن بيبان للناس انه الموضوع بسيط، لكن اتفضلي جربي اعملي لو عرفتي تعملي وشايفاه يعني بمجهود قليل يلا. يعني انا اللي بصور فيديوهاتي، انا اللي بأديت فيديوهاتي، انا ما عنديش تيم، انا اللي بتواصل مع الناس على فكره دايركتلي جدا، انا ما فيش في تيم لدكتور بيبي شركتي، لكن انا كنورهان ولا عرفت ما عرفتش كمان. يعني ياما شركات عرضت عليا ونمانجت ونعمل لك الكونتنت، لا انا عايزه الكونتنت اطلع بالبيجامه النهارده، هطلع بالبيجامه، عايزه كذا. انا لسه بقول لك انا مثلا ما بروحش، بطلت اروح انترفيوز تلفزيون من كتير، من قبل حتى برنامجي بتاع التلفزيون على فكره. مش قادره على الانتكه وحياه انا جايه لك دلوقتي، قمت الصبح عملت لنفسي شعري في البيت، حطيت حاجه بس اللي هو كده، انا بحب كده، انا مش قادره اكون غير كده، مش عارفه اي حاجه غير كده لا بترهقني. بحاول على فكره ساعات، وتلاقيني جت عليا فتره لا كان لازم ضوافري، مش بعدين لقيت نفسي لا انا الضوافر دي هي دي اللي شبهي، وانا هي دي انا، الشعر ده هو اللي شبهي، خلاص بقيت اكتر عايزه ابقى شبهي. ففي اوقات كنت ببقى عايزه اسيب الجمل بما حمل ياسر بصراحه، اللي هو لا انت بتعملي حاجه وانت بتعملي حاجه حلوه وساعات كنت بقعد اقول له انت عشان انا بقى ايه ما اقعدش اركز معاك عشان انا مش بشوفك اصلا وانت عايزني اتسحل في اي حاجه. بعدين لقيت انه لا هو شايفها حاجه حلوه دي، ده اهم حاجه، لان هو لو مش بيدعمك وهو واقف ضد الموضوع او هو مش عاجبه او هو بيغير منك او من نجاحك طبعا شفت هيقولك طبعا خلاص. لا حتى لما عملت دكتور بيبي هو الاول بس مثلا قال لي طب يا نور انت شايفه انت صيدلانيه نفتح صيدليه، عايز تعملي بزنس؟ يعني هو عارف ان انا شخص بخاف من فكره بزنس. طب ما نفتح صيدليه فظيعه تبقى صيدليه دكتور بيبي اللي هي الاسم اللي الناس طلعته عليا اصلا. ليه طلعوا دكتور بيبي؟ اشمعنى دكتور بيبي؟ انا لما سالت الناس مره كده لانه انا كنت لايف والناس بتقعد شكلك بيبي وايه ده ما يبانش عليك، كان عندي 36 سنه وقتها، كان عندي 30 شكلي اصغر كتير بقى. لا انت كل ما بتكبري شكلك يا رب ما شاء الله يعني. فساعتها لما سالتهم قعدوا يقولوا لي ان انت بتتكلمي عن تقولي ميديكال انفورميشن تقيله زي كاننا بيبيهات كده، شكلك يعني. هو طلع الموضوع كده وما بقيناش عارفين منين جت منين، بس كل الناس بقت بتقولها. بس انا بعديه اي ديفلوبد بقى اللوجو بتاع دكتور بيبي ده اللي هو فيه دي والبي من سويرز وفيه الماتشا وكل الديزاين ده تحسيه. يعني انا اول ما قعدت مع الديزاينر اسمها سلمى، انا قعدنا ميتنجز كتيره قوي اللي هو انا بتكلم اللي هو انا عايزه حاجه، ولما طلعنا بكذا حاجه في الاخر اول ما شفت ده انا هو ده. فبدات من ده بقى الشغل التاني بتاع البرودكتس التانيه ده انا بقى اللي عاملاه، اللي هو انا اصلا الماسترز بتاعتي ماركتنج في باريس بزنس سكول، فانا بحب الماركتنج وبحب البراندنج، بقيت حابه فكره البراندنج وانا كبراند مش ما حبيتش ان البرودكتس بتاعتي تكون اسمها نورهان قنديل ابدا. انا حبيتها تكون دكتور بيبي. فياسر ساعتها قعد يقول لي طب انت عارفه الماركت سايز، يعني انت مين الناس قد ايه في مصر بتشرب ماتشا؟ لا مش طب احنا وعيهم عن الماتشا. طيب انت فاهمه؟ طب احنا سالنا بقى طبعا، بدانا طبعا استيراد وقصه وبتاع، اقل حاجه لازم تجيبيها نص طن من منتج غالي اصلا بادجت، والبزنس ده انا عاملاه بفلوسي مش بابا الله يرحمه ولا ياس انا. فساعتها حسيت انه لا هي حاجه انا بحبها وانا متاكده انه انا هقدر اعمل بيها حاجه. بصراحه هو هي سبورتني جدا، بس من حبك فيها عرفتي تحببي الناس فيها. يعتبر يعني ما حدش كان عارف الماتش اصلا. يعني وعايزه اقول لك انا كنت ببقى قاعده مع صحابي ومع ناس من اهلي وبشوف تنمر عليا وعلى الماتشا اللي هو طب خلاص ماشي نشربها عشان ايوه البتاع اللي مش عارفه ايه الحركات اللي الترند اللي طالع ده، اللي هو يا جماعه لدرجه مره قعدت كده قلت يا جماعه ممكن اي حد يقول رايه فيا عادي،
لكن بجد في الماتش لا انا بحبها قوي. ما تغلطوش في الماتش ومؤمنه بيها قوي وشايفاها قوي، فما تقولوش رايكم فيها غير اما تجربوها وتشوفوا تاثيرها فعلا. فالمهم ان احنا وصلنا انه دلوقتي عندنا جمهور عريض، ما شاء الله، احنا almost 150,000 متابع على بيج دكتور بيبي بس، يعني 150,000 حد بيحب الماتش. انت متخيله انت تتكلمي لو قررت تفيجوالايز كده الاستاد بياخد قد ايه؟ 40,000 50,000 60,000. شوفي منظر في كاس العالم كنا بنبقى قاعدين منظر الناس كده تكلمي منظر ليه رهبه. 150,000 بني ادم بيحبوا الماتش. خلاص انا ام جود. لا يو شود بي. بس لا هي حاجه تفخري بيها بصراحه الحمد لله. وده يعرفك مدى الامباكت بتاعك مدى تاثيرك على الناس. فانتي اللي بتختاري انه يبقى سلبي او يبقى ايجابي. يعني انتي عاملين اللي عليكي. ما هو ده الواحد بيقعد مع نفسه، انا بعمل ده ليه؟ انا بعمل ده عشان كذا. والله في ناس دايما بتاخد الامور بطريقه سلبيه مالناش دعوه بيهم. بس انتي بتعملي ده وعلى فكره وتؤجري عليه. يعني لو احنا هنتكلم بقى نتيك الموضوع one step further، اللي هو لا هو انا لما اقعد افكر انا بعمل ده ليه؟ طب انا بعمله عشان افيد الناس، عشان حد صحته تتحسن ولا حد يخس ولا حد. في الاكونت المين اكونت بتاعي لما لقيت نفسي في الاخر ناس فعلا بتقولي لا انا حياتي اتغيرت، انا خسيت، انا اتشجعت ان انا ابقى واثقه من نفسي، انا بقيت علاقتي ببناتي، علاقتي بصحابي، انا ده فرق لي. وبعدين لما بدات اشتغل مع براندز والاقي براندز بقت ترجع لي بفيدباك تقول لي احنا ايه ده، لا احنا الناس ما بتسالش غير عن اللي انت بتتكلمي عنه. انا فاكره مره كنت بشتغل مع انترناشونال براند في الفارماسيوتيكال فيلد، وكان كريم كده، وهي اصلا من الشركات الكبيره قوي وكانت لسه بادئه تشتغل سوشيال ميديا، وكان في باندل كده هم عاملينه بلينك، فلقيتهم بيقولوا لي لا شيلي اللينك خلاص احنا اوت اوف ستوك. فلقيت نفسي ايه ده، هو انا ايه ده، هو انا عندي الكول تو اكشن ده. هو انا الناس فعلا بدات بقى المس ده لما اشوف المنتجات بتاعتي وما اشوف الفيدباك بتاع اي براند. الحمد لله انا بختارها عشان اشتغل معاها، لان انا بختار بعنايه جدا. لما لقيت ده كمان فرق لي قوي، لانه لا انا طالما الناس فعلا هتنزل، لا انا بقيت اختياراتي بقت اصعب من الاول. يعني هتلاقيني الحاجه ممكن اقعد اجربها 2-3 الاول، يعني حاجه فيتامين للهير، لا انا هقعد اجربه الاول وكتير وهشوف وهتست حاجه وات ايفر، اكل شرب ايا كان، لا حاجه لازم. يا اما لو انا مش بستخدمها اصلا ساعتها ببقى فرحانه جدا طبعا. لو براند بقى عارفه بتتبسطي قوي. لو براند هي عندك في البيت انت اصلا بتحبيها، انت بيج فان للبراند وفجاه اختاروكي، انت خلاص تكلمي بثقه. براند جديده مسؤوليه، لازم اجرب واتاكد قبل ما اطلع، لانه انت ممكن اكسب منك فلوس دلوقتي بس هخسر الناس بعدين، وتشيز انا تعبت قوي عشان اعمل العلاقه دي مع الناس. لا وهو ده الخط الرفيع بتاع المصداقيه. لانه للاسف ناس كتير قوي مش عارفين فين الخط الرفيع اللي اقف فين. ما طبيعي ان الواحد ممكن يعمل مشاركات مع براندز او يعمل حاجه او ويتربح برضو ما فيش مشكله. بس هو خلاص في خط في ثين لاين ان انا ما بقاش بخدع الناس وابقى اي حاجه بتجيلي مقابل فلوس اقول عليها حلوه. لانه بصي دايما يعني انا حتى لما حصل عليا هجوم في ناس كانت بتقولي اكيد خسرتي متابعين. انا ما خسرتش حد، الناس دي اصلا مكسبهم خساره. الناس دي وجودهم في الناس الجادجمنتال قوي، الناس القاسيه، الناس اللي عندها استعداد تجرح، الناس دي وجودهم خساره. فدايما المكسب والخساره دي انا عمري ما هحسب مكسب ان انا كسبت براند وخسرت ناس محترمه. انا فارق لي الناس المحترمه. الناس المحترمه دي مش كمان في ناس تقول لك انا الاكونت بتاعي للسيجمنت، ما فيش حاجه. انا بالنسبه لي انا بكل فخر بقول انا عندي كل طبقات المجتمع، بس المثقف والمحترم والمؤدب من كل دول. الناس اللي بتروح الاوبرا، الناس اللي بتروح ساقية الصاوي، اللي بيبقى راكب عربيه مش عارف ايه، واللي اصلا رايح بالمترو او بالمواصلات وات ايفر، اللي هو في الاخر كل دول ايه اللي يجمعنا؟ وده الطبيعي، انه انا اللي بيجمعنا في الاخر فكرنا، اللي بيجمعنا احنا بنتكلم ازاي، احنا قلبنا عامل ازاي. فانا ده اللي فارق لي.
مش فارق لي اكون بشتغل مع براندز كتيره وباخد فلوس كتيره وعندي متابعين. ما انا ممكن اعمل حاجات كتيره قوي عشان المتابعين يزيدوا، بعيدا عن قصه فيك. لا، ممكن تعملي حاجات تطلعي وتعملي اي هبل عشان ناس اكتر صح. انا هكسب فكرة انت بتتعرف بايه؟ يعني بإيه؟ هو انا بيني وبين نفسي زي ما حد مثلا بيشتري كومنتس، ده دلوقتي الجديد بشوفه. تلاقي تدخلي على الكومنتس عنده تلاقي لانه انا دلوقتي بشتغل كونسلتنت مع اكتر من براند ريسنتلي لانه براندز كتير في الميديكال فيلد بدات تبقى موجوده. فانا بقيت ديجيتال كونسلتنت ليهم بحكم ان انا معايا الام بي اي بتاعتي ماركتنج وكنت بدرس ماركتنج وان انا بقى عندي اكسبيرينس كبيره في الفيلد ده. فبدات بقى اشوف اكتر، ادخل اكتر في اناليسيس بتاعت الاكونتس. تلاقي مثلا 5 كومنتس فتدخلي والكومنتس كلها ناس هنود وناس مش عارفه هو ازاي. انا جوايا عارفه زي ما حد انت كست تجيبي راجل وتقولي له هديلك فلوس وتحبني. انا بعمل لنفسي ايرور رهيب، بعمل لنفسي خلل رهيب قوي قوي قوي. انت فاهمه؟ فهي السوشيال ميديا قادره ان هي تخلي شخصيتك احسن، قادره برضو انها تخلي شخصيتك اوحش. المهم ان انت هتستفيدي ايه او الرحله دي نفسها هتطلعي منها بحد عامل ازاي. انا بقى عايزه اعرف نورهان قنديل قبل السوشيال ميديا. احكي لي عن طفولتك واحكي لي كل حاجه ما قبل نورهان قنديل اللي احنا عارفينها دلوقتي. احنا خلاص دلوقتي الى حد ما عارفين عندك بناتك وكذا وكذا، وطبعا في حاجات اجزاء تانية مش عارفينها. هنجيلها برضو ما تقلقي. بس عايزه اعرف ما قبل السوشيال ميديا الدنيا كانت ايه؟ بصي يا ستي، لو هقولك على الظاهر شكلا، اصلا اكتر حاجه خلت الناس على السوشيال ميديا بتتكلم انه ايه ده، هم الدكاتره شكلهم كده، هي غيرت شكل الدكاتره. وانا كنت دايما يعني زي ما بقولك الوقت اللي انا طلعت فيه كان وقت فاشونيستاز وكده، وانا كنت اصلا بحب اتصور واقول للناس انه جزء من ان انت حاجه تشجعك على انك تحافظي على وزنك، حاولي تثبتي مقاس الجينز بتاعك، حاولي عشان تعرفي تلبسي اللي انت عايزاه. فدايما اللبس بيشجعنا نحافظ على وزننا، وحفاظنا على وزننا بيخلينا نعرف نلبس احلى. ونعرف يبان شكلنا احلى. فلو بكلمك على دي اللي هي اكتر حاجه في الاول لفتت نظر الناس قبل ما ابدا ان انا اتكلم ساينتفك اكتر وكده. انا ايام الجامعه، ايام مدرسه، ايام زمان، عارفه في فيلم الياسمين عبد العزيز اسمه الثلاثه يشتغلونها، نجيبه متولي الخولي. انا بكل حذافيرها بتحفظ الكتاب، جلدة الكتاب كنت بحفظها على طول، منكوشة على طول، متوترة على طول، مبهدلة اكستريمز. يعني هي واحدة المذاكرة والبهدلة، وببقى عارفة مفيش حياة أصلا، مش بنت أصلا. يعني أنا فاكرة لما كانت مامتي تقول لي طب خلاص يعني انزلي مثلا، طب اعملي شعرك، مش اروح رايحه بالورق كده وماسكاه وعامله كان شعري طويل قوي 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 وتقيل، لان انا ما عنديش وقت ان انا اعمل فيه اي حاجه، فعلى طول عاملاه ضفيره ومبهدل اللي هو في مثلا ماما تقول لي قرايه فتحه ابن خالد، ايوه ماشي مبروك يا جماعه. طب لا مش هاجي، مفيش وقت. وقت ايه؟ مفيش وقت. انت فاهمه اللي هو دحاحه 99% بقى في ثانويه عامه، اللي هو يعني هي حياتك كانت المذاكره قوي لدرجه بابايا كان بيفصل الكهرباء ويقول لي النور قطع. بجد والله؟ قومي نامي، انا بشوف كل الاهالي يقولوا لاولادهم قوموا ذاكروا. لا انا اخواتي الاثنين مهندسين اكبر مني، كانت بقى ايه مشاكلي مع اخويا اللي قبلي على طول، هو اكبر مني بسنه، هو لعبي قوي وهو ذكي قوي، هو مش محتاج يذاكر كتير وفي نفس الوقت هو بيكاتش اب كويك. انا مش كده، لازم اذاكر كتير. فهو كان يقعد يقول لي قومي نامي، يعني قومي نامي بجد، مش معقول اللي انت. وانا اقول له محمود هو اول صفحه شابتر، ما انا باخد كتبه بتاعته، بقول له البتاع عارفه اما الصفحه تبقى ملزوقه ما فتحهاش بالمسطره اصلا، الكتاب بيزيق، ما بصش عليه. انت ما بصيتش اصلا، ذاكرت ازاي انت ازاي؟ بس ايه كان الدافع اصلا ليكي؟ يعني ليه كنت عايزه تيتا وبابا، انا عمي واحد صيدلي وواحد دكتور، وبابا خريج علوم عين شمس. بابا كان كل العيله كانوا بيقولوا لي الدكتوره راحت، الدكتوره جت، الدكتوره فخلاص هو كله شايفني دكتوره. وخالي برضو غير خالي ده مهندس تاني بقى، كان ساعتها مش فاكره كان خاله ايه ساعتها في الشرطه يعني دلوقتي لواء، بس خاله كان دايما
عارفه انا بنت خلاني قوي، عارفه الحلوه ده، فدايما العيله كلها، وانا بحب العيله قوي، خلاص هم كلهم شايفيني دكتوره، فخلاص يا جماعه اوكي هطلع دكتوره. أيوة. يعني انت فاهمه، بس في نفس الوقت انا شخص مستعجل، فاللي هو لا طب خلاص صيدله دي 5 سنين، على فكره صيدله في السنه اللي انا دخلتها كانت اعلى من طب، يعني طب ادخله بمجموع اقل، فانا لان صيدله عين شمس كانت جديده وقتها، والدفعه 200 وحاجه طالب، فهم كانوا اعلى تنسيق في مصر ساعتها. فساعتها انا اخترت صيدله عشان 5 سنين وخلاص انا اقدر على طول تشتغلي ادخلها. وبس، فاللي انا كنت الشخص اللي هو دحاح ومبهدل. بس كان حلمك ولا حلمهم؟ لا حلمهم هم. حلمهم هم بصراحه ما كانش في دماغي. انا كان نفسي ادخل اعلام قوي. انا زي ما انت شايفه رغايه وكده لا واللي عندك قبول ولايق عليكي، فعشان كده عملتي بقى السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا جت بعدها لما نور جالها حساسيه بروتين لبن، وانا درست تغذيه، ساعتها قلت انه ما كانش معروف موضوع الحساسيه ده. ساعتها قلت هشارك الناس بقى اكسبيرينس بتاعتي واللي انا بعمله، والموضوع جه كده يعني ما كانش متخطط له خالص، بس انا لقيت نفسي فيه. لكن هو ما كانش متخطط له، لكن ان هو نوع من انواع الاعلام يعني. بس بعدها بقى بدات الاقي بعد ما اتخرجت واشتغلت وبترقى بسرعه في شغلي وخلاص. انا برضو في حته بقولها كده، انا الشهره ما غيرتش فيا قوي، ان انا متعوده ان انا اكون اون سبوت في الحته اللي انا فيها. انا متعوده اكون من اوائل المدرسه في شغلي، كنت من اصغر الناس اللي بيعمل وات ايفر اللي انا بعمله، بترقى بسرعه. يعني انا فاكره كان عندي حاجه 27 28 سنه ريبورتنج ليا 13 واحد. انا متعوده اكون، فانا اني اكون في السنت مش فارق لي، متعوده انك تكوني متميزه. فالسوشيال ميديا لما بقى عندك متابعين وكده برضو انا اصلا ما غيرش في حاجه. انا شخص يعني ممكن اغير طبعا، بس ما غيرش للاوحش في حته ان انا اتغر او لا. انا دايما بابا كان يقعد يقول لي، حتى مثلا كنت اطلع الاولى او الثانيه على طول على المدرسه، ماكسيمم في سنه بقيت الثالثه مثلا، بابا دايما يقول لي ايوه ايه عملتي ايه يعني. يوم مثلا شكلي حلو قوي رايحين فرح، بابا يقول لي انت فاكره نفسك حلوه؟ انت حلوه من جوه مش شكل. فبابا كان دايما عنده حته ايه، مهما عملتي، على عكس اباء تانيين او امهات تانيين بيقعدوا يدوكي ده حلو وده حلو على فكره. يعني انا بنتي بقعد اتغزل فيها لدرجه حاسه ان انا لا ايه القمر ده، ايه ده، خايفه احسدك. مامتي ما كانتش بتعمل معايا كده، بابايا ما كانش بيعمل معايا كده. انا حاسه انه ده خلاني دايما، وانا متربيه في وسط ولاد، ما كانش في بنات في العيله في سني، فرق بيني وبين البنت اللي جت بعدي 10 سنين. فانا مش متربيه منتاليتي، انا منتاليتي عمليه اكتر من انه انا حته البنات دي. فدايما عندي حته اللي هو مهما الناس يعني الناس شايفه، انا شايفه ان انا لا لسه ما عملتش حاجه، لانه اللي حواليا لا انت لسه، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه اللي جاي جامد ان شاء الله، اللي جاي احلى واحلى. طب وانا بجد عايزه اعرف انت يعني قصه الحب اللي بينك وبين ياسر بدات بعد السوشيال ميديا ولا قبل السوشيال ميديا؟ لا قبل، دي من زمان قوي، دي من اول ما اتخرجت اتقابلنا، احنا كنا بنشتغل مع بعض في نفس المستشفى. اوكي. بس دي ايه بقى؟ لا انا عايزه اعرف. لا دي هتكسف جدا اتكلم فيها. لا هتكسف قوي دي. لا بنشتغل، هي الجروب اوف هوسبيتالز اللي احنا فيها دي كانوا لسه اول مره يعملوا ماركتنج ديبارتمنت، واول مره يبقى اصلا في ماركتنج في مستشفيات. فهو ياسر الاوبريشن مانجر بتاع رئيس قسم القلب، وانا جابوني بدأت معاهم بالتسويق لقسم القلب، وإن هما بيعملوا أساطر من الإيد وبيعملوا حاجات مختلفة، وإنه فبقينا بنسوق للقسم وبنسوق لرئيس القسم اللي هو أصلا شاطر. بس فزمايل بجد، زمايل لدرجة إن أنا اتخطبت عادي وبعدين خطوبتي ما كملت. يعني إحنا زمايل بنشتغل مع بعض عادي خالص. ما كانش في بالكم أي حاجة خالص. ياسر أول مرة يتكلم معايا قال لي واحد صاحبه معجب بيا وهو مكسوف يكلمني عشان انا ما بتكلمش مع الناس كتير، بتكلم مع ياسر بحكم الشغل. ايوه. فهو قال لي هو شايفك كذا مره ومعجب بيكي، مش عارف يتكلم معايا، انا قطر قوي في الشغل. أيوة. فاللي هو اول مره يجي يتكلم معايا في موضوع حاجه غير الشغل، قال لي ان في واحد صاحبه معجب بيكي. اوكي. انت فاهمه. بس سبحان الله في الاخر كل حاجه نصيب. بس يعني بس انا مثلا لو انا كنورهان قبل السوشيال ميديا، لا ما كنتش حد عنده الثقه في نفسه اصلا. حتى وانا وانا برتبط، يعني حتى بقول لك اتخطبت وخطوبتي يعني
مش نفس البني ادم دلوقتي. يعني انا لو اتخطبت لنفس البني ادم ده دلوقتي اللي هو انا كنت بفكر هو ازاي مامته واخواته بصي هعمل فيها انا هعلمه يعني ايه الرجوله يعني ايه. فانا بعد السوشيال ميديا انا حاسه انه لا، انا كنت فراجايل جدا. اقل حاجه بقى انهار واكتئب وكل حاجه في الحياه تقف مع بعض. يعني انا مثلا لما خطوبتي دي اتفسخت، معرفش ليه، مع ان انا الموضوع ده ثانوي جدا بس افتكرته دلوقتي. لا، حصل لي ايرور في الشغل بجد. فتره كام اسبوع كده وبروح الشغل ومش قادره اركز في الشغل انا دلوقتي اي حاجه بتحصل كل طاقتي في الشغل. الحياه مكمله، لا خلاص. هنجح في الشغل اكتر. يعني انا هعمل ابداعات في الشغل. يعني هطلع. يعني انا الفتره الصعبه اللي عدت عليا قريب دي، لا انا جايه لدكتور بيبي ب4 حاجات مع بعض، 4 منتجات مع بعض في نفس الوقت. متاكده ان هم هيكسروا الدنيا. الانرجي بتاعت الفشل في حاجه، عارفه ساعات بتقولي لنفسك ايه، الحمد لله ان انا فشلت في حاجه، لانه فشلي ده خلاني نجحت في حاجه تانية اللي هي اصلا انا اشطر فيها وانا احسن فيها. بس لا بس قصه لا لذيذه قوي. انا السوشيال ميديا خلتني اقوى. هو ياسر نفسه بقى عارفني من زمان، من ايام يقول لي لا انت بقيتي مش سوشيال ميديا بس. بصراحه اول حاجه غيرت شويه لما عملت الماجستير. يعني الMBA غيرت شويه بصراحه. اشمعنى؟ ما اعرفش، خلتني بزنس اورينتد اكتر، خلتني هانتر كده، ببص للامور بطريقه تانية. انت في الاخر درسنا 13-14 ماده، بتدرسي انترناشونال لو، بتدرسي اكاونتنج وبزنس وحاجات انا ما درستهاش في الجامعه. ففي الاخر لا، انا بقيت وسع الهورايزن بتاعك. انت بقيتي شايفه الحاجه بطريقه اوسع واكبر. يعني حتى لما براند تيجي تشتغل معايا انا ببص على في انسايتس تانية عيني بتقراها مختلفه. لما درست في الجامعه ده فرق معايا قوي في شخصيتي قوي. يعني انا اتعينت معيده اول ما اتخرجت، ما قدرتش اكمل اسبوعين. كنت برجع مش كنت حاسه بخاف من الطلبه اصلا. عندي حاجه 21 سنه كنت بخاف. لما اتعينت بقى استاذ مساعد، لا تحقيق على طول، بره اعمل سوي بتاع صفر. بس برضو كانت عندي مشكله انه شكلي مش اللي هو الدكتوره فبرضو ما بياخدوكيش على محمل الجد في الاول. مع اني والله كنت بعمل مجهود والبس كعب واعمل واقفش وبتاع، بس برضو بيبي دكتور بيبي برضو. بس ما قدرتش بقى. يعني ده بعد كورونا اخدت اجازه من موضوع التدريس في الجامعه بصراحه، لانه برضو الجامعات صوره الدكتور اللي مشهور على السوشيال ميديا دي مش سهله. فالطلبه برضو شايفين حد طول الوقت لطيف على السوشيال ميديا، انت جايه بقى تخنقي. ايوه وفي نفس الوقت الجامعه نفسها حسيت الموضوع عمل لي وجع دماغ، وانا الانرجي بتاعتي كلها رايحه ناحيه دكتور بيبي. فاللي هو اجزت شويه. اي دونت نو هرجع للموضوع تاني ولا لا. ما كنتيش حباه قوي يعني، ولا لما جربتيه ما لقيتيش نفسك؟ ما كنتش حباه اصلا، بس ياسر ربنا يسامحه. هو اكتر حد هو كان يقول لي يعني لا في الاخر انت دكتوره في الجامعه. يعني لا في ايوه مره قعد يقول لي ايوه ماشي اوكي، ايوه بتشتغلي ايه بقى؟ يعني ما حد يسالني ما انت بتشتغليش خالص، بتشتغلي انفلونسر خلاص. هي دي طبعا حته انفلونسر دي ايوه في ليها ستيجما كده اللي هي حته يعني ايوه بتعملي ايه؟ ما هو السؤال ده ما هو برضه بصراحه يعني انا حتى عشان كده بحب كلمه اكتر ديجيتال انتربرينور. انا حد قدرت ديجيتالي استاند اوت في حته معينه بس. وحتى انفلونسر لا هي حلوه، مش وحشه. لا في ناس دلوقتي تقول لا انا مش انفلونسر. لا انا وفخوره بده صراحه. يعني لا يشد. عمري ما هكون مش لدرجه اقول انا لا يا جماعه لا يشد. طيب ايه اكتر حاجه فعلا يعني نقدر نقول ده اكبر خوف عندي؟ النهايه، انه بعد ما امشي سايبه ايه. انا دايما بشوف نفسي بعد الرحله، انا شايفه الدنيا كلها رحله بس. يعني احنا كده كده ماشيين. يعني دايما بقعد اقول ربنا المهم يعني دايما بدعي له وبتكلم معاه انه حسن الخاتمه في كل حاجه. انا سايبه ايه للناس اللي بيحبوني وبحبهم، انه يعني يا رب امشي زي عارفه الغيمه كده اللي هي مطرت وعملت حاجه
ممكن اكون ضللت الظل بتاعي ده اذى حد، ممكن، بس انا ما مش قصدي اذي حد، عمري ما قصدت اني اذي حد، عمري ما اتعمدت. عشان كده مثلا لما حد مثلا يعني يقول لي بيقولوا عنك كذا، انا مصدومه لا، انا اللي مصدومه انا اللي مصدومه انك تصدقي حاجه وخلاص، انا اللي مصدومه انك ممكن توجعيني وانت ما تعرفينيش ولا سمعتي مني، ومش من حقك او انت مش من حقك. يعني دايما بحس انه انا بس اخاف اني غصب عني اكون تسببت في ضيعت وقت حد، اذيت حد من غير والله مش والله مش انت عارفاني من زمان. انا ما بعرفش افكر ايفن قبل كده. انت عارفه انا لو رايحه انترفيو قالوا لي هنبعت لك الاسئله ما برضوش، ما بحبش اكون عارفه اصلا انا هتكلم في ايه، ان انا بحب الموضوع يبقى عفوي. ايوه حتى على الستيج يعني اي توك انا ما كنتش مجهزه، انا اللي انا حاساه هقوله، احنا كده كده ماشيين وفي الاخر ممكن حد ياخد على فكره حته ويطلعها بره وخلاص برضه مش فارق لي. كل حاجه في الاخر يعني كل حاجه كده هو ربنا مرتبها في مملكته واحنا موجودين. فلو هخاف بس يعني من الرحله، نهايه الرحله هيتقال عني ايه؟ ده اللي قصدك من يعني السيره الطيبه. يعني انا دايما ببسط قوي من وانا صغيره، من قبل موضوع خالي وبابا وجدتي، دول اللي انا فقدتهم وانا كبيره. جدي بقى ابو ابويا وجدي ابو امي، دايما الحاج قاسم، الناس هتقول الحاج قاسم مش معقول، مش جدي سعد، الحاج سعد قنديل، انت حفيدة سعد قنديل، ده راجل جميل، ده راجل خير، ده راجل كذا، كان رئيس الجمعية الشرعية هو. فاللي هو السيرة الطيبة. انا دايما حتى لما بشوف حد الناس بتتكلم عليه بقعد ادعي بقى، اقول يا رب يعني بس انا عايزة دي، انه بعد ما امشي يعني ربنا كده يرزقنا كده حاجة يعني تكمل كده معانا. بصي يعني انا عندي بس سؤال تاني، يعني لان انا شخصيا اكتر حاجه انا بخاف منها زي ما قلت لك هي يعني الفقد. يعني الفقد فهل انت خلاص بعد ما حصل لك التجربتين دول الحته دي اللي هو الخوف اتكسر شويه، ولا برضو بيفضل مستمر عندك هذا الاحساس؟ السؤال اصلا انا بس حاسين ان انا عايزه انا سالته لنفسي بقى، بس انا اول حاجه جت في بالي هي الفقد، ان انا افقد حد تاني. لان انا فقدت عارفه البيت، المكان اللي احنا قاعدين فيه 4 عواميد، فانا فعلا يعني عندي ماما وياسر وخاله وبابا. خاله هو اللي بابا تعبان بقاله سنين، فخاله هو اللي مجوزني واي حاجه انت فاهمه. فالسقوط خاله وبابا عمودين، فانت عارفه اما خلاص المكان بقى عامل كده عدم اتزان. طبعا ما اقدرش اتخيل اصلا ياسر ماما بناتي تقعدي تفكري في ما بقدرش حتى افكر بهرب من اصلا التفكير. بس الرحله اليوم وخاله توفى وانا معاه في الرعاية جوه واقفه، بابا توفى فجر ليله الاسراء والمعراج. بس انا عارفه انه خلاص يعني ياسر بيصحيني بيقول لي احنا رايحين نبص على بابا، كانت 6 الصبح، قلت له هو بابا مات كده. ايوه انا عارفه ان بابا خلاص هيموت في الايام دي. فاللي هو انا خلاص بلبس اسود، مش رايحه ابص على بابا زي ما كل يوم ببص على بابا. حسيتي خلاص هو بابا انا مستنيينه، بابا احنا عارفين الموضوع كان والله ما اني منت اللي هو خلاص اي لحظه. انت فاهمه كمان قوي يعني ايه الميكرو مايكروز، يعني ايه الفطر ده قد ايه شرس، قد ايه مناعته خلاص ما فيش مناعه. هو بابا في اجزاء منه كانت ميته اصلا، كانت فيه، هو مش عايزه بس هو الفطر الاسود ده زي العيش كده لما حاجه بتحول للون اسود، ففي جزء عينه كامله بقه ولسانه كانت تحولت كده وهو بيتكلم وهو بيصلح لي قرايتي في القران وكانت حتى الدكاتره بيقولوا لي هو المفروض انه خلاص يكون ما بيتكلمش، هو المفروض يتحط على جهاز تنفس صناعي، هو المفروض. فالحمد لله. بس عارفه لما تعيشي تفاصيل الرحله دي في وقت
انا بعدها على طول كان عندي برنامج التلفزيون، بعدها على طول عندي كونتراكتس والتزامات، وبناتي عندهم حفلات وتمرينات وحاجات، ولازم تطلعي تبقي كويسه وتكملي. فانت مكمله عشان انا كنت طول الوقت حاسه ان روحهم حاسه بيا وان هم فخورين باللي انا بعمله، ودي كانت اكتر حاجه بتبسطهم نجاحي. وفي نفس الوقت عشان اللي موجودين، لانه لازم تلحقي تعملي حاجه. وانا يمكن ما بتكلمش في الموضوع ده كتير، بس انا حاسه انه بارت من نجاح الشركه دي. هقول لك كلمه بيقولها حد في التيم، انا ما شفتوش بس انا عرفت انه دايما بيقول كده، بيقول المركب اللي فيها لله ما بتغرقش. لما انا خفت ساعه الازمه الاقتصاديه والاستيراد، وانا حتى لما حصلت لي ازمه على السوشيال ميديا خفت على الشركه انها تتاثر. فالكلمه دي لما كنت بتكلم في التليفون فقالوا لي فلان بيقول المركب اللي فيها لله ما بتغرقش. فاحنا من day one الشركه دي فتحت بيوت، سقفت بيوت، دخلت ميه، عملت حاجات، وبنعمل حاجات ده من غير اي ازمات تكون وفي اي ازمه الحمد لله بنعمل اكتر. فحسيت انه لا، انا بعمل حاجه مش مهم الناس شايفه ايه، انا عارفه في المطبخ اللي بيحصل ده بيعمل ايه، وانا عارفه نفسي، فانا هكمل ايا كانت الناس شايفه ايه. والناس شايفه ايه؟ في ناس بتقولك نورهان أنزيل يعني ماتشا، محتواها يعني ماتشا، ما عملتش اي حاجه في حياتها. اوكي، اقول لهم لا، انا يعني الحاجه اللي بحبها، الحاجه اللي مؤمنه بيها، الاكونت بتاعي اسمه ده انا. ده مش اكونت، مش صفحه تعليميه، مش طول الوقت هبقى بدي نصايح، مش طول الوقت هبقى بدي وصفات معقده. هو ده انا النهارده مش قادره اعمل حاجه، النهارده بشتغل مع الشركه الفلانيه، ده انا عايز حاجه ساينتفك اكتر، اليوتيوب موجود، صح، جوجل ايفن يوتيوب بتاعي موجود عليه حاجات اكتر يعني مختلفة، فيها ديتيلز اكتر مثلا او كده، نتكلم اكتر مش عارف ايه كده يعني. هو اصلا في ناس انتقدتك علشان انتي القطر فضل مكمل بعد الحاجات اللي حصلت لك دي. طبعا طبعا، اللي هو انتي ازاي طالعه كده. في ناس قالوا ان انا عملت كده عشان اصلا دول كانوا كوميديين اكتر بجد. اصل بصي هقولك على حاجه، هقولك على مقوله انا بحبها جدا. لو ركزتي مع الناس بتقول عليكي ايه، واولها لو ركزتي، لان احنا مش المفروض نركز الناس بتقول علينا. انا لو مكانك طول الوقت لازم تكوني مبتسمه، لانه لو حد احسن اليكي وقال عليكي كلام حلو وقعد يمدح فيكي، فهو احسن اليكي بانه شايف الجانب الحلو منك. صح. هو احسن اليكي، وده من احسان ربنا ليكي، لان هو دار عيوبك فقط لا غير. لما بيقولك ربنا لما بيحب حد بيحبب فيه خلقه، هو بيحبب خلقه ازاي؟ انه بس دار عيوبك، مش خلاهم مش خلاكي ما عندكيش، هو بس سطرك. تمام. وتبقي مبتسمه ليه بقى لما حد يتكلم عليكي وحش؟ لانه برضو احسن اليكي. انت وانت قاعده بدون اي مجهود، بدون اي حاجه، هو اساء الظن بيكي، وهو ظلمك، وهو حكم عليكي، وهو ما رحمكيش، رغم ان ربنا نفسه بيرحم وبيسامح، هو وانت ما اذيتيهوش، فهو اساء اليكي، فهو احسن اليكي في الاخر برضو، واداكي حسنات كتيره قوي 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 يمكن كنتي محتاجاها وانت قاعده من غير اي مجهود. فهو في الحالتين، وعارفه ان دي من مراحل الاخلاص حتى في الدين، ان انت توصلي لمرحله ان كل الحاجات تستوي، ومن اخلاصك في حبك لنفسك. ودي من المدرسه بقى الصوفيه، انه لو حد قاعد يمدح فيكي قوي، انت مش فرحانه طايره من الفرحه، ولو حد جرحك وظلمك واساء اليكي، انت برضو مش هتتوجعي قوي، لانه خلاص هو الاثنين. الناس ما اجتمعتش على الرسل، الناس ما اجتمعتش على ربنا نفسه، يعني ربنا، الناس ما اجتمعتش في انسان اتكلم على، فالناس مش تتكلم علينا احنا ازاي؟ دي حاجه ربنا ما عملهاش لنفسه، عشان مين احنا اصلا ولا حاجه. بس عشان اوصل للمرحله دي من النضج، مش هضحك عليكي، خدت مني كتير. وهل ده معناه ان انا لو انا قاعده معاكي دلوقتي لقيت جروب من الجروبس اللي هي هدفها نطلع نتكلم على الناس ونحط البني ادم وناكله كده على المسرح، حاطيني على المسرح، مش هتوجع؟ هتوجع وهعيط
وهسجد لربنا زي ما هو قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اسجدي. هم هيقولوا، هم في كل الاحوال هيقولوا، وهو قال لك العلاج خلاص، اقعدي بقى قولي سبحان الله والحمد لله وحمدي ربنا واسجدي وقولي له يا رب هم بيعملوا كده وانا مش عارفه اعمل ايه. انتي فاهمه؟ فاحنا في زمن صعب وكل زمن كان فيه صعوبات على الناس اللي عايشه فيه. مش وحش ان احنا نكون ضعاف ونعترف بضعفنا. زي ما كنا بنقول على الستر والاحكام والحاجات دي، انه اول ما الواحد بس بيعمل بذوقه كده على حد بتلف الايام انتي هتعملي كده ويلاقي نفسه عمل نفس الحاجه. فهو ما حدش فينا يعني كلنا ممكن نقع في الحته دي. احنا ايا كانت حتى في ظروف ممكن تكوني ايوه انت مستحيل تكوني عايشه هتعيشي نفس الظروف حتى ماشي، بس خلاص هو ربنا اختاره يمر بالتجربه دي ويعيش الظروف دي. فبلاش احنا نكون طول الوقت شاغلين بالنا بحياه بعض، يعني خلينا نشغل بالنا بحياتنا بس الاول ونinvest كده في حياتنا وبعدين نشوف بقى الناس. ده حقيقي. بس انا بقى الحاجه اللي عايزه اعرفها، انت وقفتي البرنامج كان ليه علاقه بالحجاب ولا انت؟ لا خالص، برنامج التلفزيون انا ايفن ما وقفتوش، انا سبته. انا ما كملتش، انا جيت قلت لهم يا جماعه انا ينفع ما اكملش امتى تجيبوا حد مكاني عشان ما بقاش سبتهم بس في وسط السيزون. طب ليه مش عارفه ايه اللي هو لا يا جماعه انا مش حاسه ان البرنامج، بصي دلوقتي لو عملتي حاجه تلفزيون والحاجه دي ما سمعتش حلوه قوي على السوشيال ميديا انا شايفه ان ده تضييع وقت. الناس مش بتتفرج على التلفزيون غير لو هو يعني قادر يستخدم الكونتنت ده سوشيال ميديا بطريقه كويسه. وانا حد شايفه ان انا ليا بصمه على السوشيال ميديا which is دايما ده اللي انا اتكلمنا عليه من اول. انا عايزه اسيب بصمه، انا مش فارق لي اكون مشهوره، انا مش فارق لي اكون بقدم برنامج. لو حد بقى عايز يبقى اسمي بقدم برنامج فمكمل في التلفزيون عشان يبقى اسمي مذيعه، لا انا مش الشخص ده. انا مش فارق لي خالص انه اسمي بقدم برنامج على CBC وانا في الاخر حاسه ان اللي انا بعمله انا ممكن اعمله بافورت اقل وبطريقه وبتيست احلى من بيتي، او لو عملته ديجيتال وابقى بس مكمله تلفزيون عشان يبقى اسمي مذيع. مش فارق لي خالص. فمش هعمل التجربه دي تاني غير لو انا فعلا بعمل حاجه هي فعلا هتسيب بصمه، الناس فعلا هتستفيد منها، هي حاجه هتنفع الناس بقى. بس احنا ستيل عندنا في مصر حته ان التلفزيون ده مش، فهي بتبقى فعلا الواحد في الاخر بتبقى بس مجرد اللي هو زي ما تقولي ايه، زي ما ياسر كان بيقولك اسمك دكتوره في الجامعه اسمك انا فاهمه. فلو الواحد بس لازم فعلا يقف مع نفسه يسال انا بعمل ده ليه تاني، انا بقول لك انا واصله المرحله دي من بدري حتى من قبل السوشيال، مش فارق لي اسمي ايه. يعني انا اول ما بدات خلاص اتخرجت اشتغلت مالتي ناشونال، لما عملت شفت اول شركه رحتها بعد ما رحت لوكل، هي مش لوكل هي يعني سعودي بس انت فاهمه. بعد كده رجعت تاني على مالتي ناشونال، بعدين رجعت على شركه مصري، بس في الاخر انا كان بالنسبه لي كنت بحسبها انه شركه مصري بس انا بزنس ديفلوبمنت مانجر ريبورتنج ليا ناس اكسبيرينس اكتر. في ناس تقول لا اسمك في مالتي ناشونال، اسمك مش عارفه الفيلد بتاعنا، لا انا مش فارق لي اسمي قد ما فارق لي انا هتعلم ايه وانا فعلا هقدر اضيف اكتر في انهي حاجه. زي مثلا اكتر حاجه مؤلمه بالنسبه لي كليات القمه. مفيش حاجه اسمها كليات القمه يا جماعه، مش موجوده غير في مصر. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش يعني انت مخرج محامي حد اخترع حاجه صوبه زراعيه هو ده خريج كليه الزراعه اللي هي ما تعتبرش من كليات القمه. مخرج ممكن يكون خريج حقوق تجاره اعلام او وات ايفر، اعلام طبعا تعتبر قمه في اللي احنا بنقوله انت فاهمه، بس هو ممكن يكون حد مش خريج اعلام ويقدر يتميز في المجال ده اكتر. اللي انا بتكلم فيه انه انا مش مهم انا متخرج من كليه ايه، المهم انا وصلت لايه في الكليه دي. يعني انا متخرج من حقوق بس انا درست انترناشونال لو وانا بقيت محامي دولي مكسر الدنيا، انا درست انا بقيت دكتور في كليه حقوق. انا المهم انا متخرج من الكليه دي. شايفين ناس مجرد ما دخلت كليه هي مش عايزاها يا حرام خلاص اتطفت. لا طبعا معلش اجيب لك كام حد دخل صيدله معايا وسقط من اول سنه وفشل من اول سنه، كام دكتور فاشل
ماشي، وفاشل اخلاقيا ومهنيا، كام برضو محامي او اعلامي او مش مهم الكليه او الاسم بتاع، انا اللي بضيف للشغلانه، يعني انا اللي بضيف للحته دي، انت فاهمه؟ انا عشان كده كلمه دكتور انا اللي هضيف لكلمه دكتور، انا اللي هضيف لكلمه انفلونسر او ديجيتال انتربرينور او ايا كانت اللقب اللي بقى عندي، انا اللي هضيف له، مش هو اللي في الاخر هيضيف لي. عجبني منظور قوي بس لا تحفه. وبعدين انت في ستات كتير قوي وامهات بالاخص يعني واخدين القدوه whether you like it or not، يعني انت هي بس كبيره عليا انا بقى بس هم واخدين القدوه ليه؟ لانه في ستات كتير نفسها تحقق نجاح ليها، زي ما لما طلع الفيلم بتاع علا Finding علا. أيوة. اللي هو كان اسمه ايه؟ اللي هو البحث عن علا رحله أيوة. لأن هي صيدلانيه بالظبط. فانتي يعني بتجسدي جزء من أيوة. هذه القصه. فيعني انه الستات كتير مش عارفه تبدا منين، مش عارفه تلاقي نفسها وسط بيتها، وسط المسؤوليات، وسط ولادها، والتركيبه دي أيوة. هي ايه التركيبه بقى؟ ايه التركيبه؟ ما في، زي ما بقولك ما فيش تركيبه خالص، هو ان انا هي بتظبط هنا شويه، باجي على هنا شويه، بحاول اظبط كله مع بعضه، مش بتكسف ابدا ان انا اطلب المساعده حتى من اصحابي. كتير منى صاحبتي ممكن كان يقول لها منى انا هجيب لك ال3 عيال ان هم عايزين يخرجوا وانا عندي كذا والنهارده الويك اند انا هجيبهم لك، يبقى بارت من الخروج انه قعدوا عندك في البيت، بعد كده بقى نتقابل ونخرج العيال كلها. يعني مش بتكسف ان انا اعمل كده، اميل بتمانج الدنيا بقى يعني خلاص. ومش العادي يعني مش العادي انه هتعرفي تظبطي كل حاجه، مفيش حد يا جماعه هيعرف يعمل، والله لو حد عارف يعمل كده لوحده كويس. لا مفيش، انا لا اظن انه في، انا شخص على طول في النص. حتى في اكلي تلاقيني يبقى انا عادي، الدنيا تبوظ شويه اظبط شويه، بعمل حاجات صح حاجات غلط. الرياضه في الاكل عادي جدا بحب الاكل قوي جدا، انا بحب الاكل كلنا بنعشق الاكل. لا في ناس عندها اكل اي حاجه، اكل ميكس جريل، اكل اي حاجه هاكل معاكم. الناس دي نسرين انا ماي بيست فريند كده، هي انتي أيوة. دايما اقول، فهي دايما كمان ما بتكملش طبقها، فانا باكل نص طبق، فانا اللي بختار لها احنا نقعد انا اللي اقول لها طب بصي انت هتاكلي كذا عشان اللي هكمل طبقها. أيوة. لكن انا لا، لازم اقعد واقرا مكونات الطبق، وفي اقول له ممكن تزود لي بقى مش عارفه ايه. ايوه بحب الاكل، لا بحبه. أيوة. لا بس حلو ان انتي بني ادمه طبيعيه بتعمل كل حاجه بوسطيه. بوسطيه جميله. انا I cannot اكون شوجر فري. حد تقولي لا يعني ايه، انا نفسي في حته بسبوسه مش هاكلها عشان السكر ده من السموم البيضاء. انا مش عارفه ان السكر، ما انا عارفه انه سم قاتل، بس هاكل البسبوسه، هاكل هشرب بقى ميه كتير بعدها، هتمرن تاني يوم، هعمل مش عارف ايه. بس ما عنديش، لانه برضو احنا داخلين دلوقتي في ايرا كده، في ناس في ايدج جروب عندهم كميه eating disorders عنيفه. هو حارم نفسه من كذا وحارم نفسه خلاص. اللي عندهم بوليميا واللي عندهم انوركسيا احنا داخلين على، انا مش عايزه حد من بناتي يبقى كده، انا عايزين نبقى بناكل كل حاجه طبيعي. بس هو انت بتاخدي بالك قوي من النقطه دي، البودي ايمج او صورتك عن جسمك وجسدك وكده، بتوصليها لاولادك ازاي؟ انه يبقى جسمنا صحي، انه صحتنا تكون كويسه، انه احسن ما اكل كذا اكل كذا، عندهم الوعي أحسن. ده ده احسن. بس هل نقدر نقول لتتيه وهي لسه عامله فطير مشلتت سخن لا هناكل كلنا وتتيه حطلنا عليه عسل وقشطه البيض مدحرجينه في مرت عادي، ما اقدرش افتح بقي ممكن اصلا. يا ماما انا دايما بقول مامتي بتربيني انا وبناتي كلنا مع بعض فما اقدرش خلاص. هي عايزه النهارده ناكل ده هناكل ده، بس الكميه قد ايه، التوقيت قد ايه، هي ده. مش هاكل كل يوم من اكل ماما اللي بيتخن بصراحه. انت فاهمه؟ فهي دي. وحماتي برضو ربنا يديها الصحه، الاثنين ممكن يتخنوا اي حد ربنا يخليهم لك يا رب. بس هو ده التوازن فعلا. ما هو ده في ناس بتبقى فاكره ان انت برضو انت بيرفكت. الانفايرمنت كمان بتاعتك ان احنا في عيله صحيه، ومامتي الصبح بنصحى او مثلا لما بروح عند حماتي بيبقى محطوط بقى افوكادو، ما فيش الكلام خالص محشي الكرنب اللي عليه زبده من فوق من سايحه كده،
وبناء يعني وما تقدريش تقدري ما تاكليش؟ لا طبعا هتاكلي، هي وقفت وعملت وهتاكلي. أيوة. فلا بالعكس، ده انا بقول ان انا فخوره ان انا قادره احافظ على وزني في وسط الانفايرمنت دي. وجوزي بيحب الاكل كمان، يعني انا اتعلمت العكاوي والكوارع، ولا انا بعمل عكاوي في البيت عادي بجد بطبخ كل حاجه عادي. ايوه، وياسر مش عايز، وهو كان عايش فتره في ايطاليا كمان عنده المكرونات دي اساسي ان احنا نعمل مكرونه وكل مكرونه بطريقتها الصح. هنختم بسؤال، هو مش سؤال، هو تصور او تخيل. تخيلي كده يعني لو انت قدامك مرايه وتكلمي نورهان قنديل تقولي لها ايه دلوقتي للفتره اللي جايه دي؟ للفتره اللي جايه هقول لها برافو عليكي، يعني هقول لها برافو عليكي وكملي وعينك على الهدف اللي احنا متفقين عليه بعد ما نمشي. احنا الاتنين ماشيين، انا واللي في المراية، ومش هيبقى غير المراية نفسها بس. فهقول لها برافو انك وصلتي لده وكملي.